ازيك يا واتساب؟ يا ترى بقى ده بني آدم ولا ذكاء اصطناعي اللي هيرد عليا؟ ايه ده بيرد عليا صوت، يبقى بني آدم. مرحبا، أنا هنا للمساعدة. كيف يمكن؟ ده ذكاء اصطناعي، يا نهار أبيض. تعال أقول لك بقى ازاي تعمل شات بوت يرد بالفويس زي ما انت شايف كده، مجانا بنسبة 100%، ويرد على العملاء بتوعك 24 ساعة ومن غير ما تدفع ولا جنيه. النهارده بإذن ربنا معانا سكريبت مجانا، هاسيبه لك في أول كومنت، تبدأ أنت تنزله وتبدأ تدوس على ال3 نقط دول import from file، وتبدأ إن أنت ترفع السكريبت وتشتغل بيه مجانا. مبروك عليك. بس قبل ما تبدأ ما تنساش إن أنت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، ويلا بينا نبدأ كده. السكريبت اللي قدامك ده هو عبارة عن automation بالذكاء الاصطناعي. يبدأ إن هو ياخد الرسالة من الواتساب بتاعك اللي على موبايلك، مش واتساب API، ويروح يحلل الرسالة وبعد كده يرد، بعد كده يحولها لفويس، وبعد كده يحولها أو يبعتها للإيه الواتساب. طيب تعالى نعرف الأوتوميشن ده بيتكون من إيه. أول حاجة الأوتوميشن ده بيتكون من ويب هوك، بيبدأ إن هو يجيب الرسالة اللي بتتبعت على الواتساب. طبعا أنا شرحت في الفيديو اللي فات حاجة اسمها Evolution API، وده عبارة عن open source، بتبدأ تسطبه على الجهاز بتاعك، على الكمبيوتر بتاعك أو على سيرفر. الجهاز بتاعك لو مطفي مش هيشتغل، خلي بالك من النقطة دي، لكن لو سيرفر شغال 24 ساعة. وكل اللي عليك إن أنت بتروح تربط الواتساب بتاعك. خليني أروح أدوس على instance، وببدأ إن أنا أكتب الواتساب بتاعي، وكل اللي أنا بعمله بدوس على علامة الترس دي واعمل اسكان للواتساب بتاعي، وكده مبروك عليك، انت ربطت الواتساب بالسوفت وير ده او الابلكيشن ده. طب بعد كده كل اللي انا بعمله بروح بقى على حاجه اسمها ايفنت ويب هوك، وبروح اجيب الويب هوك، والويب هوك ده بيبقى عباره عن لينك بيروح يستدعي الداتا اللي بتتبعت على الواتساب يحطها لي في انت ان، يعني العميل كتب لي هاي، يبدا ان هو يجيب نص الرساله دي هاي، ندخّلها على الAI agent، الAI agent يترجمها ويحلّلها ويشوف إيه الحاجات اللي هو بيعملها. يعني في الحالة بتاعتنا دي أنا كتبت له أنت مساعد ذكي بس باللغة العربية. طبعًا أنت المفروض تفهّمه بقى في الsystem message بقى إيه المنتجات بتاعتك، وهترُد على العميل تقول له إيه لو قال لك إيه، وتبدأ إن أنت تدرّبه كإنّك بتدرّب واحد sales طبيعي عادي خالص، ماشي؟ وبعد كده بعد ما بتخش الرسالة بتبدأ تتبعت على حاجة اسمها 11 Labs. 11 Labs ده بيبقى عبارة عن موقع بيحول الكلام لإيه؟ لصوت. فهنا ال AI agent هيبعت كلام لمين؟ ل11 Labs، ف11 Labs تبدأ تحوله لإيه؟ لصوت زي ما أنت سمعت كده. يعني لو رُحنا نهوّة، مرحبا، كيف يمكنني مساعدة؟ ده كده عبارة عن إيه؟ عبارة عن صوت. طب ال11 Labs ده هتروح تعمل إيه؟ هتروح تعمل account طبيعي عادي، تمام، وتبدأ إن أنت بعد ما تعمل account هتدوس على الشُرَط دي وتروح على API key. هو بيدّيك 10,000 كلمة مجانًا في الأول، بعد كده تقول له create API، وتروح على text to speech دي تخلّيها has access، وتكتب هنا أهوّة الاسم بتاع الAPI وتقول له create، هيدّيك كود. هتبدأ تروح على HTTP request في الscript اللي أنت هتحمّله، وتبدأ تدوس عليه كليكين، وتبدأ تنزل هنا أهوّة على header authorize key، وتبدأ تدوس على القلم ده وتبدأ تحط الkey بتاعك. طيب هو هيروح يحوّل اللي هو مرحبًا، أنا هنا لمساعدتك، كيف يمكنني مساعدتك اليوم، هيروح يحوّلها. يعني أنا حاطط أهو الكلام أهو، هيبدأ إن هو يحوّل الكلام ده لصوت. يعني خلّيني أدوس view. مرحبا، أنا هنا للمساعدة. بس لو رُحنا بعتنا الصوت ده على طول على الواتساب عن طريق Evolution API، إيه اللي هيحصل؟ مش هتتبعت. فلازم إن إحنا نحوّل صيغة الملف، تمام، لحاجة اسمها base 64، ماشي؟ باروح أكتب بس هنا data، ما تلعبش فيها، خلّيها زي ما هي. وتروح تربط Evolution API، وكنت شارح في الفيديو اللي هيظهر لك كمان شوية إزاي تربط Evolution API بNetN، خلّي بالك من المعلومة دي. وبعد كده يبدأ إن هو يبعت الvoice. فخلّيني أبدأ إن أنا أشغّل الإيه الscript بتاعي طيب خلّينا نجرّب مع بعض كده. أدوس على execute ونشوف هو هيحصل إيه لمّا أقول له أهلًا
يا شات. أول حاجة بدأ إن هو ياخد الرسالة أهو، خد الرسالة بعتها اتحول audio، وبعد كده بعت لي الaudio أهو زي ما أنتم سامعين على الإيه، على الشات بتاعي، تمام. طبعًا أنا لو سألته، لو رُحت كده عملت execute وهاروح أسأله مثلًا، أقول له إيه، خلّيني أقول له مثلًا آآ إيه الأخبار النهارده في الكورة، ماشي، ماتش مثلًا الأهلي والزمالك، أي حاجة، خلاص. خلّينا نشوف بقى هل هيرُد عليَّ والّا لأ. بدأ إن هو ياخد الرسالة ويبدأ إن هو يودّيها، ودلوقتي بيبعت الvoice للإيه، الواتساب. بعت لي الvoice أهو. عذرا، لا أستطيع توفير تحديثات مباشرة أو لحظية لأحداث الرياضة. أنصحك بزيارة المواقع الرياضية المختصة أو متابعة القنوات الرياضية أو حسابات الفرق الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعًا الرسالة اللي هو بيقولها لي دي، تمام، هي طبعًا خارجة من الAI agent. يعني أنتم بصوا أهو، عذرًا لا أستطيع توفير، طبعًا ده بناءً على الprompt اللي تحت ده، ماشي. فأنا لو اديته prompt إن هو يرد أنت مساعد رياضي ذكي وكل الكلام ده، هيرد عليَّ رد ويحوله لصوت، والصوت يتبعت على الواتساب. طبعًا إحنا لسه ما خلصناش، في فيديوهات تحت ممكن تنزل أنت تشوفها، وأنصحك إن أنت تسطب evolution API مجانا بنسبة 100% سواء على جهازك أو على سيرفر أونلاين، وتبتدي تزود مبيعاتك عن طريق الأتمتة. طبعًا كان معاكم مروان خليل، ما تنساش إن أنت تنزل تاخد خصم 70% على الأتمتة، واستنانا في فيديوهات تانية كتير. سلام.